السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي طلاب أولى إعدادي، يا رب تكونوا بصحة وبخير يا شباب. النهاردة بإذن الله هنبدأ نحل معاكم تدريبات وأسئلة على الأسبوع الأول والتاني اللي نازلة من الوزارة. طبعا في نموذجين، هنبدأ الأول بالنموذج اللي هو الاختبارات الأسبوعية اللي انتوا هتاخدوها في الأسبوع الأول وفي الأسبوع التاني. هحلهم وبعد كده هحل معاكم الواجبات الأسبوعية، يعني هو في نموذج للاختبارات الأسبوعية وفي نموذج للواجبات الأسبوعية، هنحلهم كلهم. طبعا انت مهم أوي ان انت تذاكر الفيديو ده كويس وتشوف الاسئله اللي محتاجه حفظ تحفظها واللي محتاجه فهم تفهمها، لان هو دوت اللي هتتسال فيه كل اسبوع في المدرسه في اول اسبوعين. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم عشان ما اطولش عليكم، يلا نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه عندك خالص يا صديقي، بيقول لك ما المقصود بكل من. اول حاجه الماده. ايه هي الماده؟ تعال نحلها كده. الماده، طبعا احنا عارفين ان الماده هي كل ما له كتله ويشغل حيز من ايه؟ ويشغل حيز من الفراغ. طبعا تعريف مهم ولازم تبقى حافظه، ويشغل حيز من الفراغ. تمام يا شباب، تمام. تاني تعريف الذرة. ايه هي الذرة؟ احنا قلنا الذرة هي اصغر وحدة بنائية للمادة. اصغر وحدة بنائية للمادة. طب العدد الذري، ايه هو العدد الذري؟ احنا قلنا ان العدد الذري هو عدد البروتونات الموجبة داخل النواة. عدد البروتونات الموجبة داخل مين؟ النواة. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك العدد الكتلي. ايه هو العدد الكتلي؟ العدد الكتلي كان هو مجموع البروتونات الموجبة والنيترونات المتعادلة. هو مجموع البروتونات الموجبة والنيترونات المتعادلة. طب النظائر. النظائر هي صور مختلفة لنفس العنصر. كذا صورة لنفس العنصر. صور مختلفة لنفس العنصر. كانوا متفقين كلهم في العدد الذري. النظائر دايما متفقة في العدد اللي تحت اللي هو العدد الذري، ومختلفة في العدد ايه؟ الكتلي. طب اخر سؤال الاسمده، تعال نحلها هنا. الاسمده، احنا قلنا الاسمده هي مواد تحسن الانتاج الزراعي للتربه. مواد تحسن الانتاج الزراعي للايه؟ للتربه. طيب كده احنا حلينا المصطلح وما المقصود. السؤال الثاني، قارن بين البروتون والنيوترون والالكترون من حيث نوع الشحنه. طيب تعالى نعملهم مقارنه هنا. انا هعمل البي يعني بروتون، ماشي، والان يعني نيترون، والاي يعني الكترون، ماشي. نوع الشحنه، اول حاجه ان البي شحنته موجبه، كانت موجب واحد، والنيوترون شحنته متعادله كانت شحنته زيرو، والالكترون كانت شحنته سالبه سالب واحد. مكان التواجد، البي موجوده داخل النواه لان احنا قلنا ان البي دي هي في النواه. الان برضو داخل النواه لان جوه النواه في بي زائد ان اللي هو العدد الكتلي، برضه داخل النواه. طب الاي الالكترون يدور بره، يدور حول النواه. تمام يا رجاله. طيب الكتله بقى، الالكترون كان اقل كتله، كان كتلته 1/1836 يو، اقل كتله فيهم، يبقى ده اقل. الان كانت كتلته كبيره 1 يو، مش كبيره قوي يعني بس مقارنه بالالكترون هي كبيره 1 يو. والبي برضو كتلته 1 يو. يبقى من حيث الكتله البي والان ليهم كتله كبيره شويه مقارنه بالالكترون اللي كتلته بتكون صغيره قوي. طيب كده احنا قارنا ثلاث حاجات. السؤال اللي بعده، عنصر اس تحت 16 وفوق 32، عنصر سي ايه اللي هو الكالسيوم تحت 20 وفوق 40. بيقول لك قول لي العدد الذري وكل المعلومات عنه. تعال نحل اول حاجه الاس. دي مسألتين. المسألة الأولى بتقول لك إن الإس تحت 16 وفوق 32. أول حاجة العدد الذري، تعال نحلها. العدد الذري هو اللي تحت، يبقى العدد الذري ب 16. طيب تاني حاجة عايز العدد الكتلي. العدد الكتلي اللي هو اللي فوق يبقى ال 32. عايز الاسم. هو الاس ده مين يا شباب؟ هتقول الاس ده كبريت. حفظت الرموز يد ولا لا؟ الاس يبقى ايه؟ كبريت. طيب المطلوب اللي بعده عايز يعرف البروتونات. البروتونات يبقى العدد اللي تحت اللي هو الذري يبقى 16. عايز يعرف النيترونات. ازاي بنجيب النيترونات؟ كنا بنطرح فوق ناقص تحت، 32 ناقص 16 يطلع 16 برضه. طيب عايز الالكترونات. ما هو الالكترونات يعني اللي تحت برضه لان الذره متعادله، اللي تحت هو الموجب وهو برضه ايه؟ السالب، الالكترونات برضه 16. اخر حاجه عايز يعرف عدد مستويات الطاقه المشغوله بالالكترونات. الاس 16 لو توزع هيبقى 2 8 6، يبقى انا عندي كام مستوى؟ 3 مستويات، يبقى 3 مستويات. كده احنا يا صديقي حلينا مين؟
الاس 16. تعال نحل برضو. تحت 20 وفوق 40. نفس الخطوات. اول حاجه العدد الذري، يلا معايا. العدد الذري يا مستر تقول لي اللي تحت يبقى 20. طب عايز الكتلي، الكتلي يبقى اللي فوق يبقى 40. طب هو عايز يا مستر الاسم، هو ايه السي اي ده؟ السي ده كالسيوم، عنصر اسمه ايه؟ كالسيوم. طيب عدد البروتونات، البروتونات يا مستر يعني اللي تحت يبقى 20. عايز يعرف النيترونات، النيترونات فوق ناقص تحت يعني برضو 20. عايز يعرف الالكترونات، الالكترونات يعني اللي تحت يبقى 20 برضو. عايز يعرف عدد مستويات الطاقة اللي مشغولة بالالكترونات. لو انا عايز اوزع ال 20 هتوزع ايه؟ تقول لي يا مستر 2 8 8 2. يبقى انا عندي كام مستوى؟ 4 مستويات. تمام يا شباب؟ يا رب تكون واضحة. السؤال اللي بعده. نظائر الهيدروجين الثلاثة قارن ما بينهم من حيث اسم النظير، عدد النيوترونات، عدد كتلي، والرمز. تعال نعمل المقارنة هنا. ادي اول نظير وادي تاني نظير. اول نظير اللي هو الاتش اللي تحت واحد وفوق واحد. تاني نظير اتش تحت واحد وفوق اتنين. تالت نظير اتش تحت واحد وفوق ايه؟ تلاتة. كده انا قارنت من حيث الرمز، انا حليت دي كده. دوت النظير الاول رمز اهو، ده النظير التاني وده النظير التالت. وعايز بقى اسم النظير دوت، النظير دوت كان اسمه بروتيوم، والنظير ده اسمه ديوتيريوم، والنظير التالت اسمه تريتيوم. تريتيوم. السؤال اللي بعده عايز يعرف عدد النيوترونات. هنا طبعا فوق ناقص تحت يبقى النيوترونات زيرو، مفيش ولا نيوترون، يبقى ال N بتساوي زيرو. هنا النيوترونات فوق ناقص تحت 2 ناقص 1 يبقى في 1. طب هنا عايز يعرف النيوترونات 3 ناقص 2 في 2. عايز يعرف العدد الكتلي، واضحة، العدد الكتلي هنا 3، العدد الكتلي هنا 2، العدد الكتلي هنا 1 لأن العدد الكتلي هو اللي فوق. الرمز عملناه، ادي الرمز الأول، ادي الرمز الثاني، ادي الرمز الثالث. يبقى احنا كده قارنا الثلاث نظائر بتوع مين؟ الهيدروجين. السؤال اللي بعده علل. تعالى بقى ركز معايا كده، هنحل الاختيارات هنا او نعلل هنا. نواة الذرة موجبة. ليه النواة بتكون موجبة؟ هقول لأنها تحتوي، هي موجبة عشان فيها حاجتين، فيها ايه وايه؟ لأنها تحتوي على بروتونات موجبة، هي فيها بروتونات موجبة، ونيوترونات متعادلة. طالما فيها بروتونات موجبة ونيوترونات متعادلة ساعتها هنقول إن النواة موجبة، لأن موجب ومتعادل هتطلع ايه في الآخر؟ موجب. تاني سؤال بيقول لك، طب اتنين بيقول لك ليه الذرة أو ليه تتركز كتلة الذرة في النواة؟ ليه معظم الكتلة متجمعة جوه النواة؟ عشان الإلكترونات اللي بره ملهاش يعتبر كتلة، كتلتها قليلة قوي. هقول له لضآلة، لضآلة يعني لصغر كتلة الإلكترونات، بسبب إن الإلكترونات دي كتلتها إيه؟ صغيرة قوي. رقم 3، ليه الذرة متعادلة؟ يعني الموجب قد السالب ليه؟ هقول له بسبب تساوي البروتونات الموجبة مع ايه؟ مع الالكترونات السالبة. طب السؤال الرابع بيقول لك العدد الكتلي يساوي العدد الذري في ذرة الهيدروجين. ليه العدد الكتلي هو العدد الذري؟ هقول لعدم احتوائه على نيترونات، عشان ما فيش نيترونات. ادي الهيدروجين اهو اللي تحت واحد، طب هو ما فيهوش ولا نيوترون، يبقى اللي فوق يبقى واحد برضو، لان اللي فوق بي زائد ان. طب لو ما فيش ان هيبقى بي بس، يبقى تحت واحد يبقى فوق واحد. طيب تعالوا نكمل. احنا حلينا هنا الحد الرابع، يلا نبدأ من الخامس. رقم 5، العدد الكتلي ضعف العدد الذري في ذرة الأو تحت 8 فوق 16. ليه بقى؟ هقول لأن عدد البروتونات، ما هو العدد الكتلي لأن عدد البروتونات يساوي عدد النيترونات. لو عدد البروتونات هو النيترونات ساعتها هتلاقي اللي فوق ضعف اللي تحت. السؤال اللي بعده رقم 6، ينصح بعدم استخدام الكثير للأسمدة الزراعية. الأسمدة الزراعية ما نستخدمهاش كتير ليه؟ أقول لأنها تضر النبات والإنسان والتربة والبيئة. بتضر كله، تضر الإنسان والنبات والتربة والبيئة كمان. طيب رقم 7، رمز الصوديوم Na وليس S. هقول لأن تمت تسميته حسب الاسم اللاتيني. الاسم دوت مش اسمه بالإنجليزي، مش صوديوم، لا ده اسم تاني من اللاتيني. بقول لأن التسمية تبعا للاسم اللاتيني. طيب رقم 8، ليه العدد الكتلي أكبر من الذري؟ هقول لأن العدد الكتلي هو العدد الكتلي ده أصلا مجموع حاجتين، هو مجموع البي البروتونات زائد الN
الكترونات. رقم 9، ليه بيتشبع المستوى ال ب8 الكترونات؟ عشان من العلاقه 2 ان تربيع هي قالت لي ان هو بيشيل 8. هقول لانه من العلاقه 2 ان تربيع، لو عوضنا هيبقى 2 في 2 تربيع هيساوي ايه؟ 8. طيب رقم 10 بقى، ليه يملأ المستوى ام قبل ان؟ هقول لانه اقل في الطاقه، لان احنا بنملى الاقل الاول، لانه اقل في ايه؟ في الطاقه. كده احنا يا شباب حلينا ايه؟ علل. يا رب يكون الموضوع برضو واضح مفيش مشكله. السؤال الرابع سؤال حلو، بيقول لك عنصر عدد بروتوناته 13. العنصر ده انا هسميه اكس. البروتونات 13 يبقى تحت 13، وعدد النيوترونات يزيد عن البروتونات بمقدار واحد. يعني الان بس اكتر من البي بواحد، يبقى الان ب 14. يبقى اللي فوق بقى الكتلي مش الكتلي هو البي زائد الان، يبقى 13 وايه و14 يبقى 27. تمام، انا كده جبت كل المعلومات. هشوف بقى هو عايز ايه. هو السؤال بيقول لك احسب الالكترونات، ما هي الالكترونات هي اللي تحت يبقى 13. عايز يعرف النيوكلونات، النيوكلونات يعني العدد الكتلي اللي فوق ده يبقى 27. وعايز يعرف التوزيع الالكتروني يا باشا، بس كده التوزيع الالكتروني ده وزع 13. الاول يشيل 2 8 3، يبقى التوزيع 2 8 3 كي ال ام. يبقى التوزيع الالكتروني هو عدد الالكترونات في مستوى الطاقه الاخير. المستوى الاخير في كام؟ 3. بس كده يا باشا اتحلت، مساله سهله ولذيذه. السؤال اللي بعده، اكتب الرموز العناصر الاتيه. طبعا رموز مهمه. الخرسين رمزه زد ان، بتكتب الاولاني كابيتال والتاني سمول. البوتاسيوم كي، السيليكون اس اي، الذهب اي يو، الفضه اي جي، النحاس سي يو، الفوسفور بي، الرصاص بي بي، الزئبق اتش جي، الكروم سي ار. السؤال اللي بعده، اكتب المصطلح العلمي. اول نظريه علميه عن الذره كانت نظريه دالتون. اول واحد حط نظريه على اساس تجريبي كان علمي دالتون، لكن تجريبي رذرفورد. وحده بناء الماده هي الذره. كل ما له كتله وحجم ماده. جسيمات موجبه، الموجبه يبقى بروتونات. جسيمات يمكن اهمال كتلتها قليله، خلاص يبقى الالكترو. اهمال يعني قليل. جسيمات يمكن اهمال شحنتها، الشحنتها اللي يعتبر مش موجوده وقليله قوي يبقى نيوترونات، مفيش شحنه اصلا. نيوترونات. مركبات تستخدم في تحسين الانتاج الزراعي، دي الاسمده. عنصر لازم لاخضرار ورق النبات ده النيتروجين، لان احنا كان في سماد اسمه ان بي كي. طب اللي بيقوي الجذور فسفور. طب مين اللي بيعمل نمو النبات؟ بوتاسيوم. تمام. طيب نكمل. السؤال السابع والاخير دوت في الاختبارات الاسبوعيه اللي هيجي لك منها الاختبار الاسبوعي اللي عليه درجاتك. عنصر اتش تتوزع الكتروناته في مستويين، ادي اتش اهو، الكتروناته في مستويين، عملت المستويين واخر مستوى فيه 4. هنا فيه 4، يبقى اكيد الاول كان فيه 2، يبقى اكيد العدد الذري كان 6. تمام. بيقول لك ويوجد في النواه 6 نيوترونات. طب ما انت عندك 6 بروتون و6 نيترون، يبقى فوق 12. وضح بالرسم التوزيع الالكتروني يا باشا من غير ما تقول انا اصلا عملت التوزيع الالكتروني. هكتب بس هنا كي وهنا ال. اوجد عدد الكتل. العدد الكتلي انا برضو جبته 12، او العدد الكتلي 12. التوزيع الالكتروني هو ده. اكتب رمز هذا العنصر موضحا اعداد الرمزين A و Z. برضو انا عملت كده، الرمز هيبقى H تحت 6 فوق 12. طبعا اللي تحت ده هو الزد اللي هو العدد الذري، واللي فوق ده هو الايه اللي هو العدد مين؟ الكتلي. تمام. ده كده الاداءات الاسبوعيه. تعالى بقى نبص على الواجب اللي هيبقى ايه، اللي هيبقى في كل حصه. الصف الاول، الدرس الاول، الاسبوع الاول والثاني. اكتب المصطلح العلمي. كل ما له كتله يشغل حيز، برضه لسه قايلين الماده. الحيز الذي يحتوي على البروتونات والنيوترونات. مين اللي جواها بروتونات ونيوترونات؟ دي النواه. حلو السؤال ده. وحده بناء وتركيب جميع المواد الذرات او الذره. جسيمات تشمل على البروتونات والنيوترونات والالكترونات. الجسيمات الصغيره دي سميناها جسيمات دون ذريه. الجسيمات الصغيره دي مسارات تدور فيها الالكترونات بتلف جوه مين؟ مستويات الطاقه. مركبات تستخدم في تحسين التربه، يبقى دي الاسمده. عدد البروتونات الموجوده ده عدد ذري. نكمل يا شباب. عدد البروتونات الموجوده في النواه قلنا عدد ذري. مجموع البروتونات والنيوترونات عدد كتلي. الفرق بين العدد الكتلي والعدد الذري ده نيوترونات، لان لو طرحنا فوق من تحت نيوترونات. صور مختلفه من العناصر، يبقى دي نظائر. صور مختلفه بس ليها نفس العدد الذري. اجزاء صغيره غير قابله للتجزئه، يبقى دي الذره.
نوع من الاسمده يحتوي على النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم، ده سماد ال NPK. العالم دالتون عمل ايه؟ وضع اول نظريه علميه عن الذره. طب رذرفورد اول نظريه على اساس تجريبي. تمام تمام. طيب اللي بعده، ما الوحدات المكونه لكربونات الكالسيوم؟ تعال نكتب كربونات الكالسيوم كده. كربونات الكالسيوم، الكالسيوم يعني سي اي، والكربونات CO3. في كام وحده؟ في كام ذره؟ في وحده واحده كالسيوم، وفي وحده واحده كربون، وفي ثلاثه، يبقى ثلاثه واحد واحد يبقى 5 وحدات. طب لو عايز افصصهم، في واحده بس كالسيوم، وفي واحده بس سي اللي هي ايه؟ هي السي دي اللي هي الكربون، وفي 3 وحدات مين؟ اكسجين. تمام. اذكر السبب ليه النواه موجبه. لسه قايلها مش هكتبها تاني، لانها تحتوي على بروتونات ونيوترونات متعادله. تتركز الكتله في النواه، برضو لسه قايلينها لضآلة كتله الالكترونات. تختلف المستويات التي تدور فيها الالكترونات. دي ما قلناهاش. ليه المستويات بتختلف؟ هقول بسبب اختلافها في الطاقه. كل واحد ليه طاقه معينه فبتختلف بسبب اختلافها في الطاقه، وكمان في السعه. كل واحد بيقدر يشيل عدد الكترونات مختلف عن الباقي. ذرات العنصر الواحد قد يوجد لها صور مختلفه. اتفق. ديت ايه؟ لأن دي تسمى النظائر، لأن للعناصر نظائر، عشان ليها نظائر. نظائر يعني ليها صور مختلفة في العدد الذري ومختلفة في العدد، متفقة في العدد الذري ومختلفة في العدد الكتلي. ليه الذرة متعادلة كيميائيا؟ ايه ده سؤال غلط. المفروض ليه الذرة متعادلة كهربيا؟ هنا غلط. الذرة متعادلة كهربيا بسبب تساوي البروتونات الموجبة والإلكترونات السالبة. تتفق نظائر العنصر الواحد في العدد الذري وتختلف في العدد وتختلف في العدد الكتلي. ليه النظائر عندها نفس العدد الذري ومختلفة في العدد الكتلي؟ اقول بسبب اختلاف عدد النيوترونات. يعني النظائر هتلاقي الاختلاف ما بين كل نظير والتاني ان النيوترونات مختلفة بس. اكتب الرمز الكيميائي للكربون سي، الصوديوم Na، الكلور Cl. اكمل مستوى الطاقة الخارجي لأي ذرة لا يحتوي على أكثر من 8 إلكترونات. مستوى الطاقة الثاني، الأولاني K، الثاني L. عدد مستويات الطاقة، في كام مستويات؟ كله 7 مستويات. تحدد عدد الالكترونات اللازمه لتشبع المستويات الطاقه الاربعه الاولى من العلاقه الرياضيه. مين العلاقه اللي بتعرفني الالكترونات؟ 2n تربيع. احدى العناصر عدد الذري 11 وعدد الكتل 23. هفترض ان هو اكس. العدد الذري 11 يبقى تحت 11، الكتل 23 يبقى فوق 23. وعلى فكره ده الصوديوم Na، بس ما علينا. عدد الالكترونات هي اللي تحت يبقى 11، البروتونات اللي تحت 11، النيوترونات فوق ناقص تحت يبقى ايه؟ 12. اختر الإجابة آخر حاجة. يعتبر نموذج مين هو أول نموذج على أساس تجريبي؟ يبقى رذرفورد. في نواة ذرة العنصر يكون غالبا عدد مين أكبر من مين أو يساويه؟ غالبا النيوترونات بتبقى أكبر يا إما تساوي البروتونات. عنصر مين بيقوي الجذر؟ الفوسفور بي. الجسيمات السالبة اللي بتدور حوالين النواة هي الإلكترونات. عنصر مستوى الطاقة الخارجي له ام، يعني هو عنده كي ال ام، عنده 3 مستويات. ام بقى فيه إلكترون واحد، يبقى اللي قبليه فيه 8، يبقى اللي قبليه فيه 2، يبقى العدد كله على بعضه كام؟ 11. فهو بيقول لك يكون عدد الذري كام؟ يبقى بالعقل كده 11. الرمز الكيميائي للبوتاسيوم هو مين؟ هو كي. كده احنا يا شباب حلينا كل الاسئله اللي محتاج انت ايه تعرفها في الاسبوع الاول والثاني. يا رب تذاكروا بس الفيديو ده كويس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.